منور يا استاذ لبيب. منورة فيك يا استاذ عادل. والله نحن في سوريا بنعتبر المصريين اخوة إلنا. طبعا، ده المصريين والسوريين يعني يعتبروا اخوات في الرضاعه. يعني حضرتك انا هتكلم على طول يعني وبدون اي مقدمات وبالمختصر المفيد. شوف يا سيدي، هلا هلا على الجد، والهلا هلا جد علينا. واللي بيته من ازاز ما يغيرش والستاره مفتوحه، وان كان حبيبك عسل هات معاه قشره وغمس بقى، بيبقى حلو قوي. قلت ايه؟ شو؟ يعني ملخص كل اللي احنا قلناه ان انا عايز اتاجر مع حضرتك في اللب السوري. بس هيك من عيوني. الف مبروك يا دوله. الله يبارك فيك. على فكره يعني انا تاجر يعني جامد جدا في السوق. وهل يخفى القمر يا دوله؟ مين هذا؟ ده يا سيدي اللي بيتقال عليه القرعه بتتباهى بشعر بنت اختها. بقى كده يا عادل، انت اللي ابتديت والبادي ينفخ في الزبادي. اللهم صل على النبي. بهدوء يا جماعه. ايوه، اللب الحلو الجميل كله هياخد. لب ربنا كتير الحمد لله، وكلنا هنقزقز لب. ده المعلم أزأز ده كسب مني كتير قوي. الحمد لله ان انا اتعرفت على لبيب السوري. الله الله الله، قابل وحاسب يا دوله. قابل وحاسب يا عم. اللب الجميل ده اهو. 5 اهي، اتفضل. ايوه ابعت. انت بتاكل يالا الشغل يالا. معلش بقى يا دوله، ما هو طباخ اللب بيدوق. اجيب لك قرطاس؟ هتيجي بنفسك وتسيب الشغل. عسل يا دوله، عسل. حاسب ولا اهم. اتفضل يا استاذ لبيب، دي اخر دفعه من الشحنه الاخيره. والله تكرم عينك استاذ عادل. عشان تعرف بس المصريين، انت تديني تسالي اديك مصاري. والله دمكم خفيف كتير. طيب بمناسبه ان دمنا خفيف بقى، مش هتعزمني على العصير؟ والله مش خسارة فيك. تحب تشرب عصير شو؟ عصير لب. لب. أنا راح أجيب لك عصير وراح أقول لك عصير خطير. سرك في بير. يلا بسرعة 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 بسرعة، يلا يا رمزي. حاضر يا دوله. يلا خش لم القشر ده كله. حاضر يا دوله. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بقشر اللب. قصدي بلم القشر. انت ايه هتشتغل زبال ولا ايه؟ هو يكون اشتغل زبال في قشر اللب؟ عاطل طول عمره، مكتوب في البطاقه عاطل. يحمد ربنا ان لقى شغلانه يعملها. كده برضه يا نقنق يا حبيبتي. نقنق وحبيبتك كمان. تعالى تعالى روح لم الحاجات دي. حاضر. يا دول في تاني ولا ايه؟ شوف جوه في الزبالة كده اهو. شوف المطبخ اي قشر. يلا حاضر يا دوله يا قمر. يا معلم هات. ايه ده ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انا مش فاهمه حاجه يا بيبي. انا اقول لكم اصل ايه الموضوع ده. في سر يا جماعة. ايه هو السر ده؟ السر التاجر اللي هو السوري ده صاحبي يعني قال لي دوله على في قشر سوداني جوه اجيبه؟ لا قشر لب بس. حاضر. قال لي على السر بتاع اللب. سر ايه بقى؟ سر ايه بقى؟ قال في لي بذور صغيره كده ممكن نزرعها ونزرع لب انت فكرت انا طالب منك تفكر. ماشي يا دوله. قشر اللب. ماشي يا معلم ماشي. يلا. ما تقول بقى السر ايه؟ قال لي بقى ان القشر بتاع لا تعرف السر؟ ايه؟ القشر بتاع اللب يا جماعه بيتباع. ايه ده؟ بيتباع ازاي بابا؟ ايوه بيتباع. بياخدوا القشر بتاع اللب بيعملوه علف للبهايم. علف للبهايم؟ يعني انت وقفت حياتك كلها على لم قشر اللب عشان تتاجر فيه؟ والله ما حد بهايم غيرك. لو سمحتي يعني التفه دي ليها تمن؟ طبعا ليها تمن. وانا ملاحظ في كذا قشره موجودين هنا في الارض وده غلط. انا مش عايز ولا قشره تضيع بعد كده. ويا جماعه انا هعمل معاكم اتفاق. اي حد معاه قشر لب هيديهوني هديله بداله لب صحيح. خلاص؟ بس انا يا عادل باكل اللب بقشره. من النهارده ما تاكليش لب خالص يا حماتي.